بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أم إسلام معاكم في مطبخ أم سمسم. تعالوا نعمل بقى التورتية اللي مش مكلفة خالص دي. بصوا التورتية الخطيرة دي كلفتني يعني بالظبط 50 جنيه. عملناها بقى بصي بسيطة خالص جميلة. بصي والله العظيم كانت قمة في الجمال. 3 طبقات. بصوا عاملة ازاي، انا هوريكي دلوقتي لما قطعناها. بصوا خطيرة جدا وحاجة كده كأنك بتاكل ايس كريم. حاجه جميله قوي وما كلفتنيش اكتر من 50 جنيه. وخلي بالك التورتيه دي مقاسها كبير، يعني مش صغيره. شفتي الطقم الصواني اللي هو الفرن ده؟ انا عملتها في الصينيه الوسطانيه في الثلاثه الوسطانيه، يعني كانت كبيره حجمها مش صغير، يعني مش بسيط. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هقول لك الاسبونش ده انا عملته ازاي. الاسبونش ده بصي يا حبيبه قلبي، هو اتقطع معايا 3 طبقات زي ما انت شايفه. هعمله 3 طبقات. الاسبونش ده عباره عن ايه بقى؟ 5 بيضات. اكتبي معايا المقادير لو حابه. 5 بيضات، معايا نص كوبايه من الميه، معايا كوبايتين من الدقيق، معايا كوبايه من السكر، معايا معلقه كبيره من المحسن، معلقه كبيره من المحسن، ومعايا نص معلقه بيكنج بودر، ومعايا باكت فانيليا. تمام. بس كده، هي دي كل المكونات اللي معايا. يعني 5 بيضات، ومعايا كوبايه سكر، ومعايا نص كوبايه من الميه، ومعايا معلقه كبيره من المحسن، ومعايا نص معلقه بيكنج بودر، ومعايا باكت فانيليا، ومعايا كوبايتين من الدقيق. تمام. دي كل المقادير بتاعه الاسبونش ده. طبعا احنا ضربنا الاسبونش مع بعض قبل كده كم مره. بنحط البيض مع السكر ونضربه لحد ما ندوب السكر، وبعدين بننزل بقى طبعا نسيت اقول لك في معلقتين من الخل ومعلقتين من الزيت. معلقتين من الزيت ومعلقتين من الخل. انا بدوب مع بعض بقى السكر مع السكر. انا هكتب لك على فكره، هكتب لك المقادير في صندوق الوصف بتاعه الاسبونش. تمام. طبعا احنا بنضرب السكر مع البيض، وبعد ما بنضرب السكر مع البيض بنتاكد ان السكر بتاعي كان دايب معايا. لازم السكر يكون ناعم، مش شرط يكون بودره، بس ممكن يكون ناعم. تمام. ولو مش موجود عندك اللي مش ناعم، مش ما فيش اي مشكله، اشتغلي باي حاجه. انا كنت عاملاها بسكر عادي يعني مش ناعم. تمام كده. بضرب بقى السكر مع البيض لحد ما اتاكد ان هو داب مع الفانيليا. بعد كده بروح نازله بالدقيق ومعلقه المحسن ونص كوبايه الميه ومعلقتين الزيت ومعلقتين الخل. واروح ضربه كل الجمال ده كده مع بعضيه، مع الدقيق مع الميه مع كله، واروح ضربه بقى لحد ما يديني القوام الكريمي. وانا عجنته معاكم اول مره كذا مره قبل كده الاسبونش ده. تمام. طبعا بعد ما بضربه بروح جايبه بقى الصينيه دي الوسطانيه في الطقم. بروح عاملاها مبطناها بالزيت بالسمنه وبالدقيق، واروح نازله بالعجين بتاعي. بيكون عامل زي الكريمه كده بالظبط. واحنا عجنا مع بعض قبل كده كم مره، هتشوفيه عندي في الفيديوهات. هتلاقي كتير قوي على القناه قبل كده عملت السبونش ده معاكم كم مره. تمام. وهنسويه طبعا على درجه حراره متوسطه. قعد في الفرن حوالي نص ساعه، نص ساعه وخمسه، يعني ما عادش كبير لان هي ما كانتش كيكايه، ما كانتش عاليه قوي. تمام. بس بالامانه هي كانت جميله قوي قوي قوي. تمام كده. طبعا السيرب اللي انا بسقي بيه ده عباره عن كوبايه من السكر وكوبايتين من الميه، يغلوا ويبردوا وبسقي بيهم. تمام كده. اما التورتيه دي خدت كريم شانتيه قد ايه؟ خدت كوبايه واحده من الكريم شانتيه على كوبايتين من الميه ونص كوبايه من السكر. كوبايه واحده من الكريم شانتيه على نص كوبايه من السكر وكوبايتين من الميه المتلجه، وضربتهم لحد ما ادوني القوام اللي انتوا شايفينه الجميل ده. تمام. يا رب يكون المعلومه وضحت. هنا انا بسقي الكيك بالسيرب، وبحط الكريمه. بسقي السيرب وبحط الكريمه. هحط ال3 طبقات. طبعا دي 3 طبق خلاص انا حطيتها وبسقيها من بره زي ما انت شايفه اهو. كده انا خلصت كل ال3 طبقات بتوعي. الكيكه دي جميله قوي وسهله قوي. وبصي يعني استحاله هتهبط منك. والتورتيه دي ما كلفتنيش اكتر من 50 جنيه، ممكن نقول 60 جنيه بالبسكوتات والحاجات اللي اتحطت على وشها. تمام كده حبيبه قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا لو جديده معايا وصلت معايا لحد هنا مشكوره. يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. التورتيه دي انا عملتها مش مكلفه. انا هقول لك على حاجه، انا لما بيطلب مني تورتيه اونلاين، وعلى فكره انا مش بيطلب مني كتير يعني، لان انا مبطله شغل من وقت كبير قوي. فقليل قوي لما بيطلب مني تورتيه كل فين وفين. وقت ما بعملها انا عندي اولادي بيبصوا للحاجه دي، فالاولاد طبيعي ان هم بيبقوا عايزينها. فانا عشان اعمل تورتيه ب 200 جنيه ب 300 جنيه، واروح اعمل التورتيه ليا بنفسي، يعني انا كده كسبت ايه؟ لكن انا بضطر ان انا اعمل التورتيه دي للولاد كله من فتره من مده للتانيه كده، بيبقوا نفسهم في الحاجه دي فبعمل التورتيه دي. تمام. مش بتكلفني اكتر من 50 60 جنيه بالكتير، لو حسبتيها هتلاقيها كده. لان هي 5 بيضات وكوبايه دقيق، كوبايتين دقيق، كوبايه ميه، نص كوبايه ميه اسفه، وكوبايه من السكر، معلقه كبيره من المحسن، ونص معلقه بيكنج باودر، وباكت فانيليا، معلقتين خل، ومعلقتين زيت. تمام. والخمس بيضات.
كوبايه من السكر. تمام، دي مقادير الكيكه السبونش الخطير بتاعي ده. طبعا هنا انا جلستها وهديها كل من جميع النواحي كده، وهجلسها بكل الكريمه معايا زي ما انتم شايفين. تورتيه جميله، وكانت جميله جدا ومش مكلفه، وبالامانه عجبت الولاد قوي 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 قوي. كمان على فكره انت ممكن تعمليها لعيد ميلاد، حاجه بسيطه على قد الايد، وما كلفتش كتير، وشكلها حلو وطعمها كان حلو. هي ايوه ما كلفتنيش قوي، يعني انا مش حاطه لها بقى اللي هو ديكورات بقى وشوكولاتات وحاجات، لا انا عاملاها بسيطه رقيقه على قد الايد. تمام، يعني لو انت ما معكيش الا 50 جنيه 60 جنيه هتعملي التورتيه دي. تمام كده حبيبه قلبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ارخص كيكايه وارخص تورتيه هتعمليها، ومقاسها كبير قوي، يعني مقاسها قطع لي 15 قطعه. التورتيه دي جابت معايا 15 قطعه، وكان ممكن لو صغرت القطعه كانت ادتني 20، بس انا كنت عاملاها 15 قطعه حلوه كبيره. تمام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا انا حزمتها بحبه من الكريمه البني، دي كانت فايضه من تورتيه معايا قبل كده، اللي انا كنت عاملاها قبل كده، فحزمتها مشيت عليها كده من فوق بالكريمه زي ما انت شايفه، وقسمتها كده مربعات. بصي اي حاجه، المهم ان هي في الاخر هتعجب الولاد. مش شرط بقى ان انت تعملي ديكور ولازم بسكوتات ولازم شوكولاتات ولازم كريزات واروح اكلف واعمل، لا. كل دي حاجات هي شكل، ايوه منظر، بس انت لو انت هتعمليها لاولادك الحاجات دي كلها مش هتفرق. فاهمه؟ يعني انت تقدري تعمليها على قد الايد من غير اي تعقيدات، من غير شوكولاتات بقى وبسكوتات ومش عارفه ايه الحاجات، كل الكلام ده كله ده هتلاقي نفسك كلفتي 50 قد ال 50، وهي الكيك. فاهمه؟ ده اللي انا عايزه اوصله لك. فما دام الكيكه بتاعتي طلعت جميله وخفيفه، وانا اديتها التزيين اللي انا يعني على قدي، خفيف برضو رقيق، كيكه جميله. الاساس ايه؟ الاساس الكيكه نفسها، الاساس السبونش نفسه. ده سبونش انا استعملت بالدقيق الابيض الفاخر الزيرو العادي خالص، يعني مش الدقيق السبونش الغالي، لا انا بستخدم الدقيق الفاخر بتاعنا العادي جدا. طبعا هنا يا بنتي قالت لي لازم تكتبي لي اسمي، كتبت جمان عليها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وده صوص شوكولاته كنت عملته معاكم قبل كده، هتلاقوا برضو الفيديو عندي على القناه لو حابين يعني تعرفوا عملته ازاي. هتلاقوا عندي الصوص الابيض والصوص البني كله موجود عندي. تمام. هنا طبعا عندي كام كريزيه كده بقايا، عندي بسكوتين كده بقايا. بصي اي حاجه بقى انت تقدري تستغني عن البسكوت وعن كل ده، حطي بس صوص الشوكولاته ده، وده هتعمليه سهل قوي في البيت. هتعمليه من اللبن وهتعمليه من الزيت وهتعمليه من الكاكاو وسكر، بس مش اكتر من كده، وهيديكي صوص الشوكولاته الخطير ده، هو موجود عندي على القناه لو حبيتي تشوفيه. طبعا زي ما انتم شايفين حبايب قلبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو وصلتي معايا لحد هنا مشكوره، تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والتورتيه دي خطيره جدا واستحاله هتفشل منك، هتعمليها في اسرع وقت. بصي مش محتاجه اي كلام، زي ما شفتي كده تقطيعها سهل جدا، وكانت يعني حلوه. ما هي مش عاليه قوي بس هي حلوه، ارتفاعها مش وحش مش بطال، يعني 3 ارتفاعها، 3 ديسكات يعني 3 طبقات، وكانت جميله زي ما انتم شايفين. طبعا ده كان شكلها، بصوا كده خلاص انا كده يعتبر يعني بعمل في النهايات. احط كام بسكوته، كام حته شوكولاته كانت موجوده عندي. الموجود عندك بقى، بصي التشكيل ده زي ما بقول لك ده بتاعك، انا مش ببقى حاطه حاجه في دماغي معينه عشان اعملها، لا انا بعمل اي حاجه بالبركه زي ما تيجي تيجي. تمام، ودي انا عاملاها لاولادي، طالما عملتيها لاولادك بكل حب هتطلع جميله، او هتطلع من اجمل الاجمل اجمل التورتات كمان. احلى من تورتايه هتجيبها ب 200 جنيه من بره او ب 300 جنيه، ما كلفتنيش اكتر من 50 60 جنيه، وهتبقى تورتايه جميله وتنفع قوي لعيد الميلاد. هي مش واطيه، بالعكس ارتفاعها كان جميل جدا ومناسب. والله ارتفاعها زي ارتفاع تورتيات كتير بتتباع بره ب 300 جنيه، يعني ارتفاعها ما كانش بطال. وده انت شفتيه في بدايه الفيديو، وهوريهولك برده لما هقطع معاكي الكيك في الاخر. جميله جميله جميله، بصي بكل معنى الكلمه. لازم تجربيها عشان تاكدي بنفسك هي يعني جميله ازاي. طبعا هنا انا وزعت معايا الكيك، حطيت الجناش بتاعي وحطيت كل اللي، بصي الديكورات اللي موجوده عندي كلها حطيتها. اي حاجه موجوده عندك مش هتفرق معاكي، تقدري تستغني عن كل ده. كفايه بس ان انت عملتي الكيكه وغلستيها بالكريمه وحطيتي الجناش في حروفها، مشي حالك يعني. تمام، مش شرط ان انت تكلفي، يعني انت ظروفك على قدك هتعملي ايه، كله على قد الايد يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا ده شكلها، بصوا اهو، كل دي بقايا. ده كريزايه، كام كريزه، هي كانت كريزتين عندي قطعتهم، واحدتين بسكوت شوكولاته حطيتهم، كتبت اسم جمانه في النص، واتنين اللي هو الكونو ده برضو حطيتهم. يعني بصي اي حاجه مشي حالك بقى. وتعالي بقى نقطع الجمال ده مع بعض واوريكي قلبه عامل ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا جبت السكينه بتاعتي، وتعالوا بقى نقطع مع بعض واوريكي هي عامله ازاي، وقد ايه هي جميله، وقد ايه هي كانت مرتفعه وبيضه جدا، قلبها ابيض وقلبها جميل، وهتعجبك قوي قوي قوي.
يعني انت هتعمليها لو قمتي دلوقتي هتعمليها، مش محتاجة اكتر من كوباية واحدة من الكريم شانتيه، وهتحطي عليها كوبايتين من المية المتلجة ونص كوباية من السكر. السكر ده تقدري انت تتحكمي فيه زي ما انت عايزة. تمام. وده شكلها، بصوا الجمال بقى، اقطع لك بقى قطعة منها كده واوريكي الحلويات ازاي. قلبها قد ايه جميل، وقد ايه كانت مرتفعة، يعني ما كانتش واطية ولا حاجة، كانت جميلة قوي جدا. وطلعت لك القطعة بتاعتها كانت هايلة هايلة هايلة. يلا حبيبة قلبي، اتركوا في رعاية الامن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.